بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقنا إلا بالله العلي العظيم. درسنا لليوم المبسوس الملكي برعاية متجر ساجم الإلكتروني. في البداية نجمع العطور مع بعض. مسك متسلق 100 جرام. بسم الله. عنبر، خلط ملكي أو كشخة 200 جرام كشخة، هذا عود أبيض صلاح كتابة على العلب 150 عود أبيض، كشخة. العطور هي 200 جرام كشخة، 200 مخلط ملكي، 150 عود أبيض، 50 عنبر، 100 مسك متسلق. نجمعهم مع بعض. مخلط ملكي، نتركها مع بعض تندمج 6 ساعات، كل ساعتين 3 نطفي الجهاز يرتاح ثم نعيد تشغيله من جديد. بعد ما اندمج الشيرة السكر مع الماء الورد تماما، نضيف الظفري وهو مهم جدا أساسي لتثبيت البخور. أوقية ظفري، المسك معزز للريحة، يزود البخور قوة. ندمجهم مع بعض. طبعا اللي عندها هيل حبشي أو جوز الطيب أو تضيف كميات بسيطة جدا يزود الريحة. نطفي النار، نضيف العطور. بسم الله. هذه تبقى ندمجهم مع بعض على الخفيف لين يندمج الظفري مع المسك مع الشيرة تماما. طبعا الكثير يقع في خطأ اللي هو اختلاف العود، في عود يشرب عطور كثيرة وفي عود ما يشرب عطور كثيرة. لكي نتفادي هذا الغلط نحط العود بالتدريج. طبعا عندنا هذا العود النوع اللي يشرب عطور كثيرة جدا، راح نحط عندنا نص كيلو. بعد التقليب المستمر ذاب السكر مع اللبنة تماما. بعد ما نتأكد من ذوب السكر كامل، طبعا يا بنات لازم من التهوية، لازم اللبس
القفازات، تعب على الصدر، خاصة الطبخ البخور في الأماكن المغلقة. بعد ما ذاب نضيف مية ورد، 3 كوب السكر نضيف 2 كوباية موية، 200 جرام. تقليب مستمر لين يذوب. طبعا لأن الموية بارد والشي راح يتكتل، لكن أول ما يسخن راح يذوب. نقلب على شويش، نار هادية كمان لين يذوب. أهم شي انتبهوا ان النار ما تكون عالية لكي ما ينحرق. نحط في التدريج مع التقليب لين نشوف صار خلاص يعني استكفى عود، نوقف. هنا نقلب، نشوف انه عادي، نحس انه العطور زيادة، نزود دقة عود. نضيف العود لين نحس خلاص انه صار مختفي عود، نوقف. احس انه كذا معي صار تمام. علشان ما حد يقول بعدين صار عندي ناشف ما تشرب عطور كفاية، ما لازم. خلاص نمشي بالطريقة ذي في كل انواع البخور، نضيف العطور ثم نضيف العود عليه بالتدريج. احس عاد باقي يبغاله عود، نزود. خلاص كذا كفاية، نقلبه مع بعض. نقلبه تقليب كويس. طبعا الوعاء عندي ضيق ما اعرف اقلب فيه، ريحته ما شاء الله تبارك الله حلوة. نقلبه تمام، نحطه يبرد. طبعا هذا اللي تبقى من النص الكيلو، 500 جرام تبقى لنا هذا. أقلبه وأعود. بعد مرور حوالي ساعة كاملة تركناه يبرد. طبعا لازم من تقليب مستمر كل فترة وفترة، كل 5 أو 10 دقائق نقلبه
لكي يندمج العطر مع العود تمام ويتشرب العود كامل. بعد كذا نحطه في علبة قزاز أو علبة حديد، نتركه لمدة 3 أسبوع يتخمر في مكان مظلم ودافي. طبعا ما شاء الله ريحته حلوة، مشبع عطور. الآن تحسوا انه كأنه متكتل، لكن بعد ما يتشرب العطر كامل، زيادة العطر فيه بعد ما يتشرب راح يرجع مبثوث. نعبيه ونتركه يتخمر.